عندما ينتحل النصاب صفة رجل دولة، وعندما يتحول الإرهابي إلى واجهة إعلامية، وعندما تصبح شعارات الوطن قناعا للابتزاز والتسلل، فاعلم أننا لسنا أمام فضيحة عابرة، بل أمام محاولة لاختراق الدولة من الداخل. ليست مجرد شبكة نصب، بل جزء من حرب رواية استعمل فيها الإعلام كسلاح والضحايا كشهود والخونة. ومن خلف هذه الفضيحة يطل مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مشروع ولد في سياق مشبوه يطرح أكثر من سؤال: من ينقح الصحافة؟ من يحميها من الاستغلال والانتحال؟ كانت هذه البداية، ووضح هذا الواتساب جليا أن حملات التشويه التي طالت المؤسسات لم تكن اعتباطية، بل كان هدفها واضحا: الاستيلاء على السلطة. تسجيلات صاعقة للدكتور مصطفى عزيز رئيس منظمة مغرب الغد خرج فيها عن صمته ليفضح ما وصفه بمحاولة اختراق خطيرة لمؤسسات الدولة المغربية يقودها المهدي حجاوي وإلياس العماري، مستعملين في ذلك هشام جرب. إذا كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في تفكيك خلية الانقلاب، فإن معركة تفكيك روايتها المزيفة ما تزال جارية. المملكة المغربية في حاجة إلى هيئة عليا مستقلة وسيادية تشرف على القطاع من منطق الأمن القومي